فرجيكم شو بدي اجهز ايه الغداء. اول شي جهزت صحن سلطة وعليه جبنة وشقفتين مخلل، بعدين حطيتهم حبة تين حبتين كرز ومن هذه الجاك فروت. هلا شو بدي احط في صحني؟ بحاول احط الصحن بدون رز. ليش بدون رز؟ عشان انه اذا بحط بطاطا يعني هيك راح احاول. عرفتوا؟ نشوف كيف استوت هلا. هلا هي بنا شو شكلها النهائي. هي الشكل النهائي للصينية. هلا بحط منها شوي صغيرة. راح اختار قطعي اختيار، يعني بحط كرفس مثلا، بحط شقفة لحمة، بحط شقفة بطاطا مثلا هيها، نحط كم جزرة هيها. انا مش بحبش البصل كتير، يعني انه بفضل انه مش كتير احط البصل في بحبه مع المشاوي كتير. بفضل الجزر اكتر. وفي شوية تومة، ناخد سن تومة. بقدر اخذ يا كمان حبة بطاطا يا اما اخذ رز، بس يعني حبة بطاطا هيك شفتوا؟ وهيك هاي بيصير شكل الصحن. بطاطا واللحمة والفلفل بيحرق، مش عارفة اذا رح اقدر اكله ولا لا. وهيك بصير وجبتي الاولى على فكرة هاي، لانه ما افطرت، فهاي الوجبة الاولى. بدي اكل حلو، جاي عبالي حلو مفن، فعشان هيك راح اكل كربوهيدرات كثير قليل. عرفتوا ليش؟ عشان اقدر اكل اليوم مفن. هو بدنا نوازن، يعني يا هاي ما هو بينفعش الدنيا كلها على خطرنا بصراحة، يعني يا هاي. عرفتوا علي؟ يلا احكوا لي انتو شو بتعملوا وجبات صحية، واعطوني اقتراحاتكم في الوجبات الصحية. اهم شيء السلطة، ضروري جدا صحن السلطة مع اللحم والفواكه ضروري.